لا حبس ولا غرامة، خدوا ترحيل وهيرجعوا على بلدهم. 100 وافد ومصري في الكويت خلال الفترة الأخيرة عقوبتهم كانت من الآخر، ومش هيرجعوا الكويت تاني بسبب اللي عملوه من مخالفات في الطرق. فلو معاك عربية أو تعرف حد مقيم في الكويت ومعاه عربية أو ناوي تشتري العربية، لازم تتفرج على الفيديو ده. الكويت بقالها فترة حملاتها شغالة في كل حاجة، والمخالف بيتجاب وبياخد عقوبته اللي يستحقها. وفي القانون وخاصة المرور ما بتهزرش، عيشك بيتقطع نهائي من البلد ومش هتدخلها تاني. فيا ترى ايه طبيعة المخالفات المرورية دي؟ وليه خدوا ترحيل ومفيش غرامات حتى؟ ولو مش معاك شهادة جامعية ومعاك عربية ومرتبك أقل من 600 دينار، اعرف مصيرك هيكون ايه. ترحيلات ملهاش أول من آخر الفترة الأخيرة بتحصل في الكويت، والكل رابطها بالتكويت، وإن الكويت واقفة للوافدين والعمالة المصرية على الواحدة زي ما تكون بتتلكك لهم. لكن الحقيقة ده ملوش علاقة بالتكويت ولا الاستغناء عن المصريين، والمفروض إنكم مغتربين وأكتر ناس عارفين إن مش كل حاجة نعلقها على شماعة التكويت للوظائف، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ولو عايزين يمشوا كل المصريين هيعملوا كده، مش هيتكسفوا يعني من المصريين مثلا. الترحيلات بيكون ليها أسباب مختلفة، هل متعلقة بقضايا معينة ولا مخالفات للعمالة، ولا أنت كمقيم مخالف لقوانين معينة؟ وده بيحصل كتير جدا، ودايما نقول يا غريب كن أديب. سواء بقى عارف القانون ومستهتر أو ما تعرفش، هتكون عقوبتك الترحيل زي ما حصل مع المصريين والوافدين دول. فيا ترى حصل إيه؟ انتشرت الأخبار وحسب ما نشروا موقع أريبيان بيزنس نقلاً عن صحيفة الرأي الكويتية إن السلطات الكويتية رحلت عشرات الوافدين الأجانب بسبب ارتكابهم مخالفات مرورية كبيرة، وقالوا إن تعليمات حازمة صدرت لدوريات المرور بالتعامل الحازم مع المخالفين وخصوصاً من المقيمين، وصدرت ضدهم قرارات إبعاد بحق ال100 مقيم خلال شهرين بس بسبب ارتكاب مخالفات مرورية كبيرة زي السواقة بدون رخصة أو السرعات الكبيرة والاستهتار على الطرق أو تحميل ركاب. وأكدت إن مدير الإدارة العامة للمرور أكد على دوريات المرور التواجد المستمر في كل شوارع الكويت تنفيذاً للتعليمات، وإعداد خطة في بعض المناطق اللي بيتواجد بيها العمالة الوافدة، والتدقيق على رخص القيادة ومتانة المركبات اللي بيستخدموها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وإن الإبعاد هيكون مصير كل اللي هيرتكب مخالفة مرورية. في إبريل اللي فات السلطات الكويتية سحبت حوالي 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين اللي مش معاهم مؤهل عالي أو بيحملوا شهادة جامعية ومرتبهم أقل من 600 دينار، وده بهدف حل أزمة الاختناقات المرورية في الشوارع. وده لأن الكويت بتشترط للحصول على رخصة القيادة إن يكون المتقدم من المغتربين حاصل على شهادة جامعية ولا يقل راتبه عن 600 دينار كويتي، وده معناه إن قرار الترحيل هيشمل كتير من أصحاب المؤهلات الدراسية العالية. طيب إمتى يتم الترحيل لأي مخالف للمرور؟ في القانون الكويتي لو الوافد ارتكب 3 مخالفات مرورية دون الالتزام أو التركيز في القيادة، ورغم إن قرار الترحيل ده مش بيتم اتخاذه إلا بعد تكرار الفعل أكتر من مرة، وقبله بيكون في عقوبات تانية إما غرامة أو حبس. وفعلا من القرارات اللي بتاخدها الكويت بعد تأني كتير، لأنها بتحترم العمالة الوافدة جدا ومش بالسهل يستغنوا عن أي وافد. انتوا بقى شايفين إن المخالفات دي تستاهل إنها تكون عقوبتها فعلا الترحيل، ولا يكفي الغرامة وبس زي ما بيحصل في مصر؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.